السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ احنا ان شاء الله هنعمل النهارده فلفل. الفلفل ده انا جايباه غسلته اهو، وان شاء الله هعمله مخلل. ازاي هعمله هوريهولكم، طريقة لسه جديدة اهي وهتعجبكم جدا. انا غسلته بفتحه كده يا جماعة. بصوا يا حبايبي اهو، افتحه كده واقليه اهو، عشان انا هحشيه بعد ما اقليه اهو. احطه كده بسم الله بسم الله اهو يا حبايبي. بس يا حبايبي انا طلعت دول اهو، حمرتهم اهو. بصوا اهو يا حبايبي اهو. بصوا يا حبايبي، انا عندي الهريسه اللي انا عاملاها اهي، حطيتها وعصرت عليها ليمونه، واحط عليها كده شويه ملح عشان ايه احشي بيهم الفلفل اهو. طبعا بصوا بسم الله ما شاء الله، انا بعمل الهريسه دي واحطها على طول في الفريزر اهو يا جماعه. لما الفلفل يبرد هحشيه واوريهولكم. مع كمون على الدقه اهي، شويه كمون كده اهو، واسمي بقى الله بسم الله واحشي ايه اهو يا جماعه. البتنجان زي ما انتم شايفين كده، الفلفل اهو حشيته اهو. اهو يا جماعه زي ما انتم شايفين كده. حبيب قلبي انا خللت الفلفل اهو، ايه رايكم؟ بصوا بسم الله ما شاء الله، طعمه بقى مش هقول لكم، وريحته روعه. جربوا يا جماعه الفلفل المخلل ده وهيعجبكم جدا اهو. الفلفل الكبير ده مال الدنيا دلوقتي، اعملوها وجربوها وهتعجبكم جدا ان شاء الله. بصوا بسم الله ما شاء الله، طعمه بيبقى جميل جميل قوي قوي وروعه. بصوا يا جماعه حاجه بسم الله ما شاء الله عليها اهو. ان شاء الله بقى يا جماعه ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه يا حبايبي، عشان تكبر بيكم يا حبايب قلبي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.